السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة انا جايبة شوية حاجات من تيمو علشان خاطر بمناسبة دخول الشتاء. كل سنة وانتم طيبين يا رب. احنا هنا هو لازم بيبقى فيه حاجات لازم نجيبها للشتاء علشان خاطر الشتاء بيبقى برد جدا، فلازم بيبقى فيه حاجات معينة لازم نشتريها وبتبقى مهمة جدا. على فكرة ده البونيه اللي كنا شفناه مع بعض في اول فيديو. لما كنتوا شفتوه ابقوا روحوا شوفوه، حلو جدا ومريح. بصوا هنا هوت بيبقى واخد كده هوت الرقبة وماسك كده والطرحة ما بتزحلقش من عليه كالعادة، لانه عشان خاطر قطن وبتاع حلو جدا. يعني انا عايزة ابقى اشتري منه تاني، حلو قوي. فلو ما شفتوش الفيديو اتفرجوا عليه ضروري. نبتدي مع بعض نشوف الحاجات اللي جبناها ديت. اول حاجة ديت شرابات صوف، حلو جدا، خامتها حلوة قوي. بصوا من جوه عاملة ازاي، فيها زي فرو كده او حاجة زي كده. ده حلو قوي علشان خاطر انا من النوع اللي رجليا بتسقع بسرعة، فانا بجيبهم مش عشان خاطر اخرج بيهم بصراحة. يعني انا جايباهم علشان خاطر البيت، لان انا لو رجليا سقعت ما بعرفش اعمل حاجة، لا بعرف انام ولا بعرف اتكلم ولا بعرف يعني بحس ان انا مش عارفة اعيش. ف جبت منهم، بيجي باكيت فيه ثلاث الوان مختلفة، فحلوة قوي وخامتهم جميلة جدا ونظيفة. اوكي دي صراحة انا كنت جايباها علشان خاطر تتحط في العربية، تحط فيها الكوينز. كل واحد بيتحط فيه العملة المخصوصة بتاعتها علشان خاطر تسهل. تحطوها كده وبعد كده هو ما تيجوا تسحبوا تحطوا كده، وبعد كده تيجوا تسحبوها تطلع على طول. اما هذه ايش هذه يا ترى؟ اوكي دي برضو دي علشان خاطر زوجي اهي. بصوا زي ما بقول لكم المفروض تبقى متبطنه كده. بصوا فديت بقى علشان خاطر الرجل تستحمل البرد. فديت بتستحمل لغايه مش عارفه كانت ناقص 30 او ناقص 40 حاجه زي كده اهوت يعني. فدي جبتها علشان خاطر زوجي. انا لازم اجيب حاجات علشان خاطر المطبخ. بصوا ديت ليفة علشان خاطر المواعين. انا كانت حماتي الله يرحمها يا رب، كانت دايما بتجيب منهم في مصر. كان بيبقى بيعملوا كروشيه بس بالخيط اللي هو النايلون. فديك تعيش بقى معاكي زي ما انت عايزه، وتحط وتغسليها وتنضفيها وتعمليها، بتقعد. وبعد كده بصوا شكلها جميل ازاي. وفي بقى منها كذا الوان. بصوا منها الاخضر، بصوا حلوين قوي صراحه. انا بحب الحاجه بتاعت المطبخ جدا. اما هذا بصوا بقى كميه الكيوتنس واللذاذه والطعامه. بصوا الحلاوه. بصوا حلو قوي. ده انا جبته علشان خاطر شبه كيتي، وانا كنت قلت لكم ان انا بحب كيتي قبل كده اهوت. ولون الروز جميل. فحلو. السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ انا جبت لكم بقى بقيه الحاجات اللي كنت جايباها علشان خاطر فصل الشتاء من تيمو. ما وصلتش على بعضيها، فقلت بقى ايه اصور لكم يبقى مع بعضيها. احاول اعمله لكم فيديو واحد يعني. فهنبتدي مع بعض. اوكي دي شوز دي عشاني.
ديت علشان خاطر تتلبس بسهولة. بصوا فيها فرو من جوه كده، جميلة قوي. انا بحب اجيب الحاجات بتاعت الشتاء من تيمو، علشان خاطر بتبقى اسعارها ارخص بكتير من المحلات هنا. هو يعني بتبقى تقريبا ممكن تلت السعر او حاجه يعني هنا هو مثلا اقل جزمه بتاعت الشتاء بتبقى في حدود مثلا يعني ما بتبقاش اقل من $100. انا من تيمو بقدر ان انا اجيب حاجات مثلا ب 15 ب 20 ب $30 وتبقى حاجات حلوه. شوف اوكي so cute. انا بقول لكم اللي انا بموت في كيتي، صدقوني. دولت يا جماعه علشان خاطر الحزام بتاع العربيه. انا كل ما اركب العربيه الحزام بتاعها بيجي بحس ان هو خلاص، يعني هو مش هيحميني، هو هيموتني اكيد في يوم ما يعني، وابقى قاعده عامله كده هوت يعني، فمبقاش قادره. فجبت ده عشان خاطر تبقى حنينه شويه. المفروض ان هي بتبقى بكوتشي كده هوت من هنا اهيت، بتركبوها في الحزام وتبقى بقى على القلب. الله كتير. مش قادره استنى عشان خاطر احطها في العربيه. جميله. وجايه لي 2، انا كنت فاكره ان هي هتبقى واحده بس، انا جايه لي 2 يا جماعه. ايوه نشوف اللي بعده. شايفين المخده دي؟ هي اقل مخده بتتباع هنا هوت مش اقل من 150 $200، اللي هي بتبقى الميموري فوم ديت. بصوا اللي هي بتاخد شكل الجسم. بصوا عشان اقدر اجيب حاجه زي دي هي هنا هوت مش اقل من 150 $200، وخصوصا لما تكون بالحجم ده هوت. من تيمو انا كنت جايباها بكام؟ بحاجه $20 حاجه زي كده هوت، فيعني تعتبر ديل. ده جينز. اوكي طيب ده بيبقى الجينز بتاع الشتاء هنا. بصوا بتبقى جواه بيبقى متبطن من جوه كده هوت، علشان خاطر يبقى للشتاء، وخامته حلوة جدا جدا. وكان انا كنت جايباه بكام؟ 15 $20 هنا هوت يعني. لما تجيب حاجة في السيل بتبقى في حدود مثلا 30 $40. ده البنطلونات، ده الجينز العادي كمان بتاع الصيف، مش الحاجات اللي هي المتبطنة كده اهو. فشكله حلو. دي هي مليانة خيوط كده ليه؟ دي علشان خاطر بصوا دي ايس كاب، تمام، لكن بتبقى متبطنة. بصوا من جوه. اوكي بصوا من جوه عامل ازاي، بيبقى فيها زي فرو كده، تمام، وتتلبس كده، بيبقى فيها حماية للودان والزري ده مش جايبها مشاني برضه، بس انا عايزه اوريكم بتتلبس ازاي. هي المفروض ان هي كده، بصوا بتغطي بقى الودان، وتبقى بقى ايه حمايه كده. ده علشان خاطر برضو ايه ابني برضو جيب له شويه حاجات للشتاء. بس خامتها حلوه قوي وتقيله. ده جينز تاني بس لون مختلف، علشان خاطر برضو الحاج لابني. افتح. اوكي برضو بيبقى تخين، لا ده اتخن من التاني ما شاء الله. وهنا هوت لا بصوا من هنا هوت، بصوا ده الخامة بتاعته احلى واتقل، ولونه ده لونه خامته حلوة جدا، حلوة قوي يعني، وتقيل يعني ايه هيدفيه في عز الرصرصة يعني.
يعني لكم ان تتخيلوا ان احنا لسه في بداية الشتاء ودرجة الحرارة دلوقتي النهاردة كانت -20 واحنا لسه بنقول يعني يا هادي في الشتاء. ديت للعربية دول علشان خاطر العربية ديت بتتشال بكوتشي كده. بصوا الكوتشي كده اهوت وليها كذا غيار. في الشتاء دايما الازاز من جوه بيغيم كده، اللي هو بيبقى عليه زي فوج او ضباب او عارف من النفس. الجو بره بيبقى ساقعه جدا وجوه العربيه بيبقى الدفايه شغاله فيها، فبيعمل البخار بتاع الميه او النفس اللي في البخار بتاع البخار بتاع الميه اللي في النفس بيتكثف على الازاز فمن قدام، فالموضوع بيبقى صعب جدا في الرؤيه. فده بيبقى حلو وكمان بتطول وتقصر المفروض. اوكي. فديت بيبقى سهل انك انت ان احنا نمسح بيها الازاز بتاع العربيه. انا بحب اجيب من تيمو لان تيمو اسعاره تحفه بصراحه، تحفه. ده بنطلون تاني بس ده بقى علشان خاطر الحاج صاحب البيت، ده حلو برضو. بصوا من جوه، بصوا الخامة بتاعته حلوه وتقيل ما شاء الله. ده بقى اللون بتاعه فحلو هو يعني ورخيص ما شاء الله. لو تحبوا لما اعمل لكم الريفيو على المنتجات بتاعه تيمو ابقى اخد لكم سكرين شوت من المنتجات والحاجات اللي انا بجيبها على اساس ان انتوا تبقوا عارفين اسمها ايه وبكام وكده، هو تبقوا قولوا لي. ديت برضو علشان خاطر برضو نمسح الازاز من جوه عشان خاطر الموضوع بخار الميه اللي بيتكثف دهوت، لان برضو الازاز اللي من الجنب بيبقى الموضوع بيبقى صعب جدا يا جماعه. يعني انا ساعات زوجي بيقف بالعربيه علشان خاطر على جنب علشان خاطر يقدر يمسح البتاع علشان يقدر ان هو يكمل سواقه. دي المفروض ان هي من جوه. واو، هو اللي اختار بقى دي. انا مش عارفه دي بتتعمل ازاي. ده اوكي، ده بزيت كده. اوكي، ده فكره غريبه صراحه. بصوا ده ما بيتربطش، ده بيبقى بزيب كده بتلف كده على اساس ان انتوا توسعوا وتضيقوا الحبل بتاع الجزمه. فدي شكلها كده، دي حلوه، دي هتدفي ديت. ده حزام. الحزام ده هو انا كنت جايباه بكام؟ $5 او حاجه كده، 2 3. واو، والله حلو. 3 بحوالي $5. صراحة أكيد أنا لسه في بداية القناة، فأكيد أنا مش بقى بعمل إعلان لتيمو، بس أنا بصراحة بحبه لأن الحاجة بتاعته حلوة ومعظمها بتبقى حلوة ورخيصة عن هنا أكيد. يعني المشكلة إن تيمو في مصر او الابليكيشنز الصيني عموما، تيمو وشي ان وعلي اكسبريس، المشكله ان هما لما بيروحوا في مصر بيتضاف عليهم جمارك، فده بيخلي ثمن الحاجه تبقى غاليه جدا، لان هو في الغالب بتبقى الجمارك بتتحط على يعني تقريبا بتبقى قد ثمن الحاجه اللي انتوا جايبينها، لان انتوا بتبقوا جايبين الحاجه بتبقى رخيصه وتبقوا فرحانين بيها، يجوا يقولوا لك نفس ثمنها
نفس الثمن بتاعها اتضاف عليها جمارك، فبدل ما تبقوا جايبين الحاجه بجنيه بتلاقوها واقفه عليكم ب2 3 جنيه. فطبعا الموضوع بيبقى صعب في مصر بصراحه، لكن هنا هو احنا بندفع الفلوس على الابلكيشن وبتوصلك لغايه باب البيت، فالموضوع بيبقى سهل هنا هو. فالخامه والله بتاعته حلوه. انا مش عارفه اذا كان ده هو جلد، بس هو بصوا خامته، بصوا شكله حلو وليه كذا لون، جاي مع لون بني ولون مش عارفه اللون التاني اسود، باين الاتنين اسود واحد بني حاجه كده، بس حلو قوي. كل واحد ياخد له واحد بقى. ده برضو علشان خاطر مسألة البخار المية اللي بيتكثف على الإزاز. المفروض إن دوت بيجي سبراي كده، سبراي، ومفروض إن هو أنتي فوج. المفروض ان هو ده لما الماده دي هي انا ما جربناهوش قبل كده، هو انا جايباه عشان خاطر نجربه. المفروض ان هو لما يترش على الازاز ونمسحه، جايبين معاه فوطه كده، فوطه مايكرو فايبر هي. المفروض ان هو يقلل او يمنع تكثف البخار الميه اللي بيتكون ده هو. فانا مش عارفه بصراحه هو نظامه ايه، انا لسه جايباه عشان خاطر اجربه، كان بحوالي مثلا 3-4 دولار حاجه زي كده اهوت، فهجربه ولو نفع هقول لكم. ده جوانتي برضو علشان خاطر الشتاء، جوانتي ده لابني. طيب بيبقى فيه كده هوت علشان خاطر يمنع الموبايل ان هو يتزحلق، ف حلو قوي. هو مش تخين قوي، بس اتمنى هم عندهم بيبقوا الحاجات اللي هي بتبقى الحاجات اللي زي دي بتبقى رفيعة بس ممكن بالدفن، يعني زي الدفايات وحاجة زي كده. هنجرب. ودي دي بتاعتي. بس انا هروح البسها واجيبها. بصوا هي من جوه عاملة ازاي، متبطنة كده وجميلة. هنلبسها ونشوف. حلوة 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 حلوة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ وفيها كمان اعتقد كابيشون علشان وبسي علشان خاطر لما الدنيا تنزل تاكل ووتر بروف من بره، علشان خاطر ايه لما التلج ينزل بقى ينزل براحته بقى. بس وديت كانت الحاجات اللي جبتها علشان خاطر الشتاء. اتمنى ان الحاجات دي هي تفيدكم. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو عجبكم الفيديو واستمتعتوا معايا ولو حتى دقايق بسيطة، اتمنى ان انتوا تعملوا لي بقى ايه لايك وشير واشتراك وشجعوني بقى كده اهوت علشان خاطر القناة تكبر بيكم. واشوفكم في فيديو جديد. احنا داخلين على الكريسماس وهيبقى في حاجات جديدة وحلوة كتير بقى، الاحتفالات والحاجات اللي بيجيبوها هنا اهوت علشان كريسماس، هنشوف حاجات مع بعض جديدة كتير. طيب واشوفكم مرة تانية، مع السلامة.